السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. بعد وصفه اللوبيا اللي درتها لكم في قناتي الثانيه واللي دخلنا بها طوندوس للمره الثانيه والحمد لله، اليوم جبتها لكم كما وعدتكم باصغر كيله. شوفوا يا البنات، غير بغرفيه تاع لوبيا خرجت لنا 3 غرفيات كما هكا، يعني غرفيه تاع لوبيا اصغر كيله تخرج لك كميه ما شاء الله، كميه تاع 3 اشخاص. مع هذا المطلوع الله الله، اللي بغت الوصفه تاع هذا المطلوع نديرها لها في الفيديو المره القادمه ان شاء الله. هذا خبز الكوشه اللي نقطعوه في البلا ديريكت ويخمر في البلا ديريكت ويطيب، يجي كما هكا، يجي ما شاء الله مع اللوبيا. نقول لكم شاهدكم في الجنه وبدون اطاله نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. اول حاجه عندنا غرفيه تاع اللوبيا، انا كنت مرتبتها ودايرتها في الكونجيلاتور كما معروفين حنا الجزائريين، رطبوا كاع الكيلو تاع اللوبيا ونقسموه في الكونجيلاتور. مالا هذه كانت مرطبه، كي تجبدوها مرطبه من الكونجيلاتور غسلوها بالماء حتى يروح لها كاع هذاك لاكلاص تاعها. كيما هكا غرفيه معمره درتها في الكيكوطه تاعنا، نزيد عليها 3 مغارف كبار تاع الزيت. شوفوا البنات، الحاجه اللي تميز هاد اللوبيا انه ما نقلوهاش كاع. على بالي كاين اللي يقول لك بالك كي ما تقليش ما تجيش بنينه، ولا نقول لكم غير جربوها. هذه هي اللوبيا الاصليه تاع المطاعم، كي يكون مطعم هكا كبير ما غاديش يولي يقلي لك كاع كلشي، يخدم بهذه الطريقه وتجي بنينه. هنا بالنسبه لي زيبيس ديروا مغرف معمره تكون صغيره تاع فلفل احمر، شويه فلفل الكحل، شويه كركم على جال اللون، وانا دائما نزيد زعفران. هنايا الحبه تاع البصل كما وريتكم المره اللي فاتت، المرات اللي فاتت. هذاك الشابو هذا ما نتقلعوهش، خليوه كما هكا باش البصله تقعد محكومه. ونديروا 2 سنينات نتاع الثوم وحبه هكا تاع زروديه تكون صغيره. انا كانت عندي هذه كبيره درتها معليش، نتوما خيروا غير حبه صغيره، حبه تاع طوماطيش تقسموها بين زوج. وشوفوا البنات، كاينه واحد الملاحظه، كاين اللي قالوا لي البصل راه يجي خامج من الداخل، ما نقدوش نديروا حبه هكا مبلعه. نقول لكم عندكم الصح، الا شفتوها خامجه ولا حاجه باينه قصي الحبه على زوج، ومن بعد كي طيبي تقعدي تفرزيها بالورقه وصاي تقلعيها. كيما هكا مرقنا بليترو تاع الماء حتى الماء عطيتها لكم بالعبر، ودرت ربطه صغيره تاع كرافس مخلطه مع شويه قزبر مع قوده، كنت خدمتهم ودزتهم في الكونجيلاتور درتهم. واللي ما يبغيش الذوق تاع الكرافس والقزبر مع انه يعطيها ذوق بزاف شباب، نقول لكم معليش ديروا 2 وريقات تاع الرند. ثاني اللي يبغي ذوق الرند حتى الرند يتمشى معاه. نخلوا المرقه تاعنا حتى تطبخ كيما هكا حتى تغلى عاده ونبلعوها باش هكا ما تبقاش طالقه هذوك الرغاوي. وهنا بعد ما فاتت نص ساعه حليت عليها لقيتها طايبه كي الحبه كي اختها، يعني ما كاش حبه يابسه وحبه طريه. كاين اللي تجيهم هكا يقعدوا حبات يابسين، هذيك علاش كي ديروا الملح في الاول. الملح ما ديروهش في الاول وما تخافوش، ما تقولوش كي ما درناش الملح في الاول تجي الماكله صامته. ولا شوفوا العدس واللوبيا هادو كي ما ديروا لهمش ملح في الاول عادي، ما ديروا الملح في التالي يقعدوا بنان. بصح بالك ماكله واحده اخرى نقول لكم واه كون ما طيبش بالملح ما تجيش بنينه. بصح العدس واللوبيا عادي جدا. هنايا كي حلينا عليها قلعنا كاع هذيك الخضره باش هاد الخضره كاع نوليو نميكسيوها، يعني نفس الطريقه. قلعت لكم نقصت لكم غير في الكيله وصاي، وعطيتكم المقادير هكا بالعبر، ما من الماء بالعبر بالنسبه للمبتدئات ولا العروسات الجدد اللي راهم عادي يتعلموا الطياب. ديجا هاد القناه درتها خصيصا باصغر كيله للمبتدئات ولا حتى ماشي مبتدئات، وتكون العائله تاعهم غير صغيره، يعني يكونوا غير 2 ولا 3. هذيك الربطه تاع الكرافس والقزبر كيما هكا عصروها مليح، وهذه صحه باينه حاجه باينه نقيسوها. ولهذيك الخضره تاعنا نزيدو تقريبا مغرف صغيره تاع الملح، ما تكونش معمره مليح باش ما تملحوهاش. وزيدو مغرف صغيره معمره مليح تاع طوماطيش تاع القوطي. وتاني البنات نص مغرف صغيره تاع الكمون. انا هنايا الكاميرا ما قبضتليش هذيك النص تاع الكمون. المهم الكمون يتمشى مع اللوبيا، ودائما نقول لكم الكمون ما ديروهش في الاول باش ما يمدش مراره للمرقه، دائما نديروه في التالي. ونميكسيو كل شيء غايه. هذه هي الخلطه اللي تزيدها بنه على بنه. كاين اللي اللوبيا تاعها ما تجيش خاطره، تجي كما نقولوا غير الماء. نقولك ديري بهذه الطريقه تاع الخضره تجيك هذيك اللوبيا خاطره طيبه مليح، تجي ما شاء الله. ولينا هذيك الخضره اللي طحناها قلبناها في هذيك اللوبيا. وهنايا كي تقلبوها في اللوبيا، اللوبيا لازم عاود تطيب واحد 5 دقائق، يعني تغلى واحد 5 دقائق. وديروا هكا فلفله حاره الناس اللي يبغوا الحار. ما بغيتش نديرها في الاول باش ما تطلقش الحروريه بزاف، يعني حتى التالي كاين اللي ما يبغوش الحار بزاف. المهم ديروها في التالي، واللي يبغي الحار يديرها كاع في الاول مع الخضره. وهنايا كيما شفتوا طابت واحد 5 دقائق مور ملي طحنا كلشي. وشوفوا لي هذاك القوام نتاعها جات ما شاء الله تشهي، ميم اللون جا احمر، غير التصوير ما راش عاطيها حقها. كي شغل في التصوير راه يبان اورانج، بصح تشوفوها قدامكم راه هذاك المرق احمر. وباينه حاجه باينه اللوبيا، كي نقولوا اللوبيا ترافق يا مع الحار يا مع الزيتون كاسي حار، المهم تمشى مع هاد الصوالح. ديروا لها من الفوق رشه تاع معدنوس وشوفوا لي النتيجه. وصراحة وبدون مبالغة جيت هبل في البنة، يعني وهذه ماشي هدرتي. دخلوا قراو التعليقات تاع الاخوات في الفيديو تاع المرة اللي فاتت، دوك نحط لكم الفيديو يعني بالكيلة كبيرة على هذه، نحطها لكم في صندوق الوصف.
الحمد لله كاع اللي جربوها نجحت معاهم وراهم معتمدينها من اللي حطيتها لكم. كما قلت لكم كانت عندي قناه كاع في الاول اللي سموها عالم ليلى، هذيك صايره غلقها اليوتيوب. كنت حطيت لكم هذه الوصفه صافي 5 سنين وعاودتها لكم في قناتي الزوجه، وعندها واحد العام وفوقها تقريبا، وعاود زدت عاودتها لكم هذه المره. والحمد لله فوق ما نديرها فوق ما نعاودها تطلع طوندونس. وهذه يا غالياتي نقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. اللي وصلت معايا هنايا نقول لك اختي ما تبخلينيش بهذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم. بارطاجيو لي الفيديو فضلا وليس امرا كي تعم الفائده. والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.